في الوقت الحالي سوق المستعمل والاستيراد في مصر حاليا عبارة عن حقل ألغام حرفيا. والله ده سوق الهاردوير كله مش بس المستعمل، لأنه ببساطة لو معاك من 1000 جنيه ل10000 جنيه ونازل تشتري كيسة استيراد سواء بقى عشان تلعب أو تمنتج، فبنسبة 90% أنت هتلبس في مقلب وهتخسر فلوسك. ما تزعلش مني، بس ديت الحقيقة اللي محدش هيقولها لك. عشان كده أنا طالع في الفيديو ده أقلب الترابيزة على الكل. 1000 جنيه، 3000، 5000 لحد 10000 جنيه، أيا كان الرقم اللي في جيبك دلوقتي، أنا هجيب لك بيه أقصى أداء ممكن تطلعه من سوق الاستيراد في مصر. هكشف لك الكيسات اللي التجار بيلمعوها وهي ما تسواش 3 تعريفة، وهدلك على أفضل الكيسات الموجودة في السوق واللي هتديك أداء خرافي بفلوس قليلة. والأهم من ده كله بقى هقول لك إمتى تهرب من سوق الاستيراد كله وتجمع جهاز بنفسك. عايزك بقى تركز معايا في كل ثانية، لأن الفيديو ده هيوفر عليك آلاف الجنيهات حرفيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. بعتذر جدا على التأخير الفترة اللي فاتت، احنا تقريبا بقالنا شهر ما نزلناش فيديوهات، بس بإذن الله الفترة الجاية هنحاول ننزل بشكل مستمر. وده فيديو العودة، وفيديو العودة لازم يكون فيديو تقيل. جهز بقى كوباية القهوة بتاعتك وركز معايا في كل ثانية. نبدأ بأول فئة واللي هسميها مزنوق يا محيي، مزنوق. وهي من 1000 جنيه ل 2000 جنيه. خلينا نكون متفقين وفي قمة الشفافية من البداية، لو ميزانيتك من 1000 جنيه ل 2000 جنيه شيل فكرة جهاز جيمنج من دماغك تماما. مفيش كيسات كويسة نهائي للجيمنج في الفئة ديت. ادتني كل حاجة وفي لحظة خدت كل حاجة. الفلوس ديت يا صديقي يا دوبك تجيب لك جهاز يمشيك في التصفح، شغل اوفيس خفيف او العاب قديمه جدا. فاكر بقى لعبه السمكه وجاتا فايس سيتي؟ ايوه هي الالعاب ديت. في الرينج ده هتلاقي كيسات استيراد بتيجي بمعالجات انتل من الجيل الاول والجيل الثاني، ديت كويسه وهتأدي الغرض في الفئه ديت. وهتلاقي برضو كيسات بتيجي بمعالجات كورت ديو وبنتيوم والمعالجات الميته ديت، على اساس يعني ان الجيل الاول والجيل الثاني مش ميتين. المهم انهم اقدم، يعني البنتيوم والكورت ديو دي معالجات ماتت حرفيا. وعلى فكره انت بتشتري اجهزه بقالها اكتر من 15 سنة في السوق، وده طبيعي لانه 30 او 40 دولار دول مش فلوس يا صديقي. ده التجميعة اللي بيتقال عليها اقتصادية النهاردة عاملة 40 و50 الف جنيه. يعني انت لو معاك من 1000 جنيه ل 2000 جنيه وعايز تشتري كيسة، فانت مش عايش حرفيا بالنسبة للاسعار اللي احنا فيها ديت. انت اصلا ما بتعرفش تشتري تليفون ب 1000 او 2000 جنيه، جاي تشتري جهاز كمبيوتر. فانت خليك عارف الجهاز اللي هتشتريه بالفلوس ديت يا دوبك بس تصفح خفيف وشوية ألعاب قديمة. يعني مثلا انت لو هتجيب جهاز لابنك عشان نجح او غيره، ما تفكرش انك جايب له وحش كاسر، وما تخليش التاجر يقنعك بكده، عشان انا عارف لعب التجار ده. انت بتشتري جهاز يعتبر ميت اكلينيكيا، بس احنا بنمشيه على اجهزة الانعاش والمحاليل. ندخل بقى لتاني فئة من 2000 جنيه ل 3000 جنيه، ودي اللي هسميها فئة المتكحرطين. هنا هنبدأ نتنفس شوية، وهتلاقي كيسات كتير جدا بتيجي بمعالجات انتل من الجيل الثالث. ومن اشهر وافضل الكيسات في الفئة ديت هي ال اتش بي زد 220 وغيرها من الموديلات المشابهة اللي بتيجي بنفس المواصفات. الكيسات ديت بتقدم قيمة ممتازة جدا مقابل سعرها، خاماتها قوية وتقدر تعتمد عليها كبداية. ما تفكرش برضو انك بتشتري وحش كاسر، ديت اجهزة ماتت من سنين بس هي مناسبة لرينج الفلوس اللي معاك. عشان نبقى على نور، بس الجيل التالت ده نازل تقريبا من 15 سنة. الكيسة ديت ممكن تجيبها وبعدين تحط فيها كارت شاشة اقتصادي والدنيا هتبقى في السليم، لكن من غير كارت شاشة انسى انها تشغل العاب اصلا. اخرك تصفح اوفيس شوية العاب قديمة وفقط. هتبدأ تحط كارت زي 1060 مثلا، هتبدأ تتنفس شوية وهتلعب شوية العاب حلوة. وعلى فكرة في الميزانية ديت برضو مفيش اجهزة جيمنج وشغل تقيل. مفيش جهاز ب 3000 جنيه هيشغل لك اللي انت عايزه، ما تخليش حد يشتغلك. وهنا بقى جرس انذار، ارجوك ركز فيه، ابعد تماما. وبقولها تاني، ابعد عن اي كيسه بتيجي بمعالج من اي ام دي حرف الاي. انا تقريبا مفيش فيديو بتكلم فيه عن الاستيراد الا ولازم اذكر الكيسه ديت، لانه بصراحه انا شفت مصايب على الفيس. الكيسه ديت بتتسوى انها اجهزه جيمنج وشغل تقيل، انا معرفش ازاي. المعالجات اللي في الكيسات ديت ادائها كارثي، مفيش فيها اي قابليه للتطوير، وهتكرهك في اليوم اللي فكرت تشتري فيه كمبيوتر اصلا. انا مشكلتي الاولى والاخيره مع الكيسات ديت على انها بتتسوى انها بتشغل العاب وبتشغل برامج تقيله، وده كذب وتدليس وعبط. هي كيسه اخرك تجيبها تتصفى عليها شويه وتشغل شويه العاب قديمه وفقط. ولو لقيتها باغلى من 1000 ونص ما تجيبهاش، اي والله زي ما بكلمك، لان سعرها دلوقتي معدي 3000 جنيه. انا ما اعرفش ازاي، عشان اقسم بالله اللي بنشوفه في سوق الاستيراد في مصر حاليا ده عبط، عبط بالمعنى الحرفي، لانه والله الواحد جاب اخره. وفي شويه تجار كده بتعمل فيديوهات وبتنزلها على الفيس، والله العظيم بحس ان انا عايز انط جوه التليفون واقول له انت بتقول ايه يا عم.
من اول 3000 جنيه بقى وانت طالع هتلاقي كيسات بتيجي بمعالج من الجيل الرابع، ومن اشهر الكيسات ديت كيسه زي ال 600 جي 1. الكيسه ديت يا صديقي احنا جبناها مخصوص وعملنا ليها مراجعه كامله وتجارب قاسيه هنا على القناه، تقدروا ترجعوا تشوفوا الفيديوهات. الكيسه ديت سعرها حاليا بيتراوح بين 3500 جنيه ل 4000 جنيه، وبتجيلك برامات 8 وهارد 500 جيجا. وعلى فكره تنويه مهم قبل ما اكمل الفيديو، كل الاسعار اللي هقولها في الفيديو ده وقت كتابه الاسكريبت، انا معرفش لما الفيديو هينزل هتكون الاسعار عملت ازاي، لانه في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده محدش ضامن حاجه. الخيار التاني بقى في نفس الفئه وهي الزد 230، هتلاقيها اغلى بحوالي 500 جنيه تقريبا عن ال 600 جي 1، لانها من سلسله الزد اجهزه ورك ستيشن، وبتيجي بمساحه اكبر شويه، والباور سبلاي بتاعها بيكون اعتمادي اكتر شويه، ومصمم يشتغل فترات طويله جدا، فلو لقيتها بفرق 500 600 جنيه فهي تستاهل. على فكره لغايه دلوقتي ولغايه الفئه ديت مفيش جهاز هيديك اداء كويس في الالعاب، ومفيش جهاز في الفئه ديت هيديك اداء كويس في الالعاب من غير كارت شاشه خارجي. دلوقتي بقى الميزانية كبرت معانا شوية وبقينا في فئة ال5000 جنيه وال6000 جنيه، وديت اللي نقدر نقول عليها فئة الغلابة. يعني الفئات اللي فاتت كلها كانت تحت الصفر، احنا كده بقى وصلنا للصفر، وصلنا للصفر ولسه شوية، اعتقد لسه شوية برضه. المهم هنا انت مش بس بتجيب كيسة، انت هتبدأ تلعب وتتنفس شوية وتاخد راحتك شوية. لو معاك 5000 جنيه بالظبط هتجيب كيسة 600 جي 1 مثلا، وتزود عليها بقى معلم كارت شاشة 1 جيجا زي مثلا جي تي اكس 750 1 جيجا. لو معاك 6000 جنيه هتجيب نفس الكيسة بس هنعلي الكارت شوية الجي تي اكس 960 2 جيجا او حتى ال 750 تي اي. الكروت ديت هتشغل لك العاب الاي سبورت زي فالورانت وكونتر سترايك بفريمات ممتازه، والعاب القصه القديمه باداء محترم جدا. بس استنى عندك وسيبك من كل اللي فات، لان في خيار تاني لو لقيته قدامك فهو في الجون حرفيا. الخيار ده هو الافضل بلا منازع، وهنا انا بتكلم عن الاتش بي 705 جي 4. الكيسه ديت بتيجي بمعالج رايزن 3 2200 جي. المعالج ده جواه كارت شاشه داخلي فيجا 8 هيديك اداء مقارب جدا لكارت زي ال 750 تي اي، والكارت لوحده حاليا اصلا بيتباع ب 2000 جنيه، والمعالج اصلا ب 2000. يعني انت بتشتري كارت شاشه ومعالج بسعر قطعه واحده فيهم. الكيسه ديت تقريبا ب 5000 او 5500 جنيه، برامات 8 جيجا وهارد 500، وممكن تلاقيها اقل او ازيد شويه حاجات بسيطه على حسب التاجر او لو بتشتري من مستخدم مباشر. الميزه الخرافيه هنا مش بس في الاداء، الميزه في قابليه التطوير. انت على منصه اي ام 4 من اي ام دي يا معلم، يعني قدامك مساحه كويسه جدا انك تطور المعالج براحتك. الكيسه ديت هي افضل كيسه استيراد في الميزانيه ديت على الاطلاق وبدون اي منازع. قبل ما نعلى بالميزانية شوية لازم أقف معاك وأقول لك إزاي تشتري كيس استيراد من غير ما يتنصب عليك. أولا ما تديش ودنك للتاجر قوي، لأنه في الأول وفي الآخر ده أكل عيشه وهو عايز يبيع. ثانيا قبل ما تشتري تكون دورت كويس وعرفت عيوب كيسات الاستيراد قبل المميزات بتاعتها، وتكون سألت عن الأسعار كويس جدا جدا جدا، لأن تجار الاستيراد سعرهم مش ثابت. لأنك ممكن تلاقي كيسة معينة ب 3500 جنيه وتروح لتاجر تاني يقول لك 6000 جنيه، فلازم تدور كويس جدا. وعايزك تسمع فيديو واتنين وتلاتة وعشرة لغاية لما تبقى عارف أنت نازل تعمل إيه بالظبط، وتكون عارف أنت داخل على إيه. اهم العيوب بقى اللي لازم تعرفها في كيسات الاستيراد هي ان الباور سبلاي بتاعها بيكون مخصص للكيسه ديت وبس، يعني باختصار ما ينفعش يركب في تجميع والعكس صحيح. والمذر بورد برضه مش بتاخد كابل ال 24 بن العادي، يعني باختصار لو الباور باظ هتلف على باور زيه بالظبط، او هتضطر بقى تجيب باور ستاندرد وتجيب له بقى وصلات وحوارات كتير كده. حاجه تانية ما تفكرش انك ممكن تجيب كارت شاشه شرس في سحب الطاقه وتركبه على الكيسات ديت، لان الباور غالبا مش هيكون كافي للكارت، ولو حبيت تغيره مش هتعرف، لانه زي ما قلت لك الباور اللي في الكيسه ديت بمقاسات معينه، فعشان تجيب باور عادي وتركبه هتضطر تجيب وصلات وحوارات كتير. فخلي بالك من النقطه ديت لو ناوي تجيب كروت شاشه بتحتاج طاقه عاليه. كمان حاجه مهمه جدا، اوعى تشتري كيسه وتدفع جنيه واحد من غير ما تفحص الكيسه كويس جدا. عايزك تسمع فيديوهات كتير جدا عن ازاي تختبر القطع المستعمله، او خد معاك حد خبره في المجال. وصلنا بقى لفئة ال7000 وال8000 جنيه، ومن أول الرقم ده أنا هقول لك جملة واحدة، فكك من كيسات الاستيراد. أيوه زي ما سمعت، انزل السوق يا صديقي، افتح جروبات الهاردوير على الفيسبوك وابحث ودور بنفسك وجمع تجميع اي بي يو. يعني ايه تجميع اي بي يو؟ يعني تجميع بكارت شاشة داخلي. أجهزة الاستيراد زي ما وضحت لك لها سقف، باور سبلاي مخصص، وبوردة مقفولة بمقاسات خاصة، ومساحة ضيقة جدا، وتهوية مفيش، ودنيا خربانة. مش معنى كلامي إنها زبالة، معنى كلامي إن كل واحد والميزانية بتاعته. الكيسات ديت ممتازة لميزانيات معينة وزبالة لميزانيات تانية، وزي ما لها مميزات انه سعرها رخيص لازم يكون فيه تضحيات، لانه في الاول وفي الاخر الميزانية بتاعتك مش هتجيب لك حاجة افضل. ده الخيار الوحيد اللي قدامك، لانك سواء معاك 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 4000 5000 قدامك ايه غير الاستيراد؟ هو ده الخيار الوحيد قدامك. المهم انه ب 8000 جنيه انت تقدر تبني جهاز بتاعك انت قطعه ستاندرد، وتقدر تطوره 5 سنين قدام.
دي افضل مواصفات هتقدر تجمعها بالفلوس اللي معاك. البندل المعالج والبوردة هتجيب بوردة A320 مع معالج رايزن 3 2200 جي. البندل المستعمل هيدخل في سكة 4000 ل 4500 جنيه بالكتير خالص. الرامات هتجيب 8 جيجا رام ودي هتعمل لها حوالي 2000 جنيه. الله يخرب بيت الاي اي اللي ودى اسعار الرامات في داهية، وربنا يستر على اللي جاي. ولو تعرف تزود كمان رامة 8 يكون كويس جدا، لانه 8 جيجا ما عادش تنفع نهائي خصوصا مع الويندوز. لو هتشغل لينكس الدنيا هتكون افضل شويه. وكمان كروت الشاشه الداخليه بتعشق الرامات، فلو تقدر باي شكل تجيب قطعتين 8 عشان تفعل الدول تشانل، الاداء هيتنقل في حته تانية خالص. بالنسبه بقى للكيسه والباور، انزل هات اي كيسه صفيح تجمع فيها، بس الاهم انك تجيب باور سبلاي من ماركه كويسه، حتى لو 320 واط هيكون كويس جدا للتجميع. التجميع دي كلها هتعمل معاك سكه 7500 جنيه ل 8000 جنيه بالتخزين، وهتديك اداء محترم جدا، والاهم حريه ممتازه في التحديث مستقبلا. وصلنا بقى لقمة الهرم في حلقتنا النهاردة. لو ميزانيتك وصلت ل10000 جنيه، هنا احنا هنبني تجميعة متكاملة بكارت شاشة خارجي. هتروح تجيب معالج رايزن 5 2600، معالج سداسي النواة، وهيشيل معاك كروت شاشة تقيلة قدام، هتركبه على نفس البوردة ال A320 ومعاهم رامات 8 جيجا. شوف لك بقى كيسة أي كلام زي ما اتفقنا، باور سبلاي 320 واط اعتمادي وكويس. كيسة والباور مع بعض مش هيعدوا ال1000 جنيه لو دورت صح. هيتبقى معاك في ميزانيتك حوالي 2000 ل 2500 جنيه. الفلوس ديت هتجيب بقى كارت شاشة مستعمل. قدامك خيارات كتير بقى زي جي تكس 960 2 جيجا وال 1050. لو الدنيا ضاقت بيك خالص والسوق كان غالي، هاتوا 750 تي اي، والخيار ده انا ما برشحوش بصراحه، بس لو الدنيا ضاقت بيك هاتوا. التجميعه دي ممتازه وهتديك اداء خرافي مقابل الفلوس اللي هتدفعها، ومعاك قابليه تطوير ممتازه قدام. في النهايه يا صديقي، انا حاولت في الفيديو ده احطك على اول الطريق وادي لك خلاصه التجارب عشان ما فيش جنيه واحد يتصرف في مكان غلط. انزل بقى دلوقتي في الكومنتات اكتب لي ميزانيتك كام وناوي تشتري ايه، ولو عندك فكره فيديو حابب نعملها الفتره الجايه سيبها لي تحت في الكومنتات، ولو لقيت عليها تفاعل كويس هعملها باذن الله. لو حسيت ان الفيديو ده فادك او نور لك طريقك، ما تنساش بقى الكلمتين اللي بيفرق جدا في نشر المحتوى، واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. وبس كده يا صديقي، كان معاكم محمود ابو خطيب، وسلام.